في 4 أغسطس 2025 في منطقة اسمها البصرة، بيت عادي في حي راقي، لكن من جوه كانت بتتكتب واحدة من أكتر القضايا اللي عملت صدى في العراق. الشرطة دخلت البيت بعد بلاغ من أهلها، ولقوا جثة الدكتورة بان زياد طارق، 38 سنة، طبيبة نفسية ومعروفة، ممددة على الأرض. مين هي دكتور بان؟ دكتور بان كانت بنت من عيلة معروفة، درست الطب وتخصصت في الطب النفسي. معروف إنها قوية وحادة، وفي نفس الوقت كانت بتعالج ناس كتير من صدمات وحالات اكتئاب. زمايلها دايما كانوا بيقولوا إنها كانت إنسانة ملتزمة، بتعرف تفصل بين شغلها وحياتها. مفيش حد يقدر يقول إنها ضعيفة. حياتها الشخصية ما كانتش مثالية زي أي إنسان، لكن مفيش أي إشارات إن هي تجرم في حق نفسها. اليوم ده إيه اللي حصل فيه؟ بلاغ جه إن بان كانت مختفية وما بتردش، والشرطة مع العيلة دخلوا البيت، لقوا بان ميتة. التقرير الرسمي قال إنها أجرمت في حق نفسها، وإنها كانت بتاخد مضادات اكتئاب. والطب الشرعي أضاف إنها ماتت نتيجة قطع بالأوردة. لكن هنا بقى بدأ الغموض. أصوات بتشكك في حاجات هنعرفها مع بعض. زملائها في المستشفى قالوا إنهم شافوا صور من مسرح الجريمة، وقالوا وقتها إن الجثة عليها آثار ضرب وكدمات، وإن إيديها مقطوعة لحد العظم، مش جرح عادي. الموضوع انتشر على السوشيال ميديا، وبدأ الكلام في إنها مش حالة انتحار، ودي جريمة قتل متعمدة. بعض الصفح تداولت إنها كانت بتتعرض لمضايقات وتهديدات بسبب شغلها. لكن مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن بعد أيام قليلة من الحادثة إن القضية واضحة، إن هي أجرمت في حق نفسها، ولا يوجد أي شبهة جنائية. التقارير قال إن كانت بتعاني من اضطراب نفسي بسبب ضغط الشغل وحياتها الخاصة، لكن الرأي العام رفض يصدق ده. أطباء في البصرة نظموا وقفة احتجاجية، اللافتة مكتوب عليها: الطب الشرعي مش للبيع، نطلب بتحقيق شفاف. وناشطين تانيين كتبوا: ازاي واحدة بتعالج الناس من الاكتئاب تسيب الحياة كده فجأة؟ بسبب الضغط عليهم رئيس الوزراء العراقي أمر بفتح تحقيق عاجل، وقال إن القضية ما تتوظفش سياسية، لكن الحق لازم يبان. ولجنة من حقوق الإنسان العراقية دخلت في الخط وطلبت بتحقيق مستقل بعيدا عن نفوذ أي جهة. وبعد أسابيع من التحقيقات السلطة قفلت القضية رسميا على إنها أجرمت في حق نفسها. لكن الأسئلة كتير وفضلت من غير إجابة. ليه آثار العنف اللي اتكلموا عنها زمايلها؟ وليه أهلها رفضوا تقرير معين واتهموا جهاد بالضغط؟ ولو كانت فعلا انتحر، ايه اللي وصل طبيبة نفسية ناجحة للحظة دي؟ قضية بان زياد اتقفلت في الأوراق، لكن في عقول الناس لسه مفتوحة. الحقيقة يمكن ما نعرفهاش أبدا، بس الأكيد إن صدى الحادثة دي هيفضل موجود لسنين. حابة أعرف رأيكم، إيه اللي حصل في القضية دي؟ وهل هي أنهت حياتها ولا كان في حد سبب في الموضوع ده؟ وهنا تكون انتهت قصتنا، وأتمنى إن العدالة تتحقق وتقدر تاخد حقها.